صحيح سيد الوزير، حنا ما تفاجئناش يعني او غير مفاجئين بهذه النسبه ديال ارتفاع ديال نسبه البطاله ل 33% حسب التقرير المندوبيه الساميه للتخطيط في خلال 3 أشهر الاخيره من سنه 2020. هذه الارقام بالطبع كانت متوقعه بفضل يعني بفعل الجائحه وما نتج عنها من الشلل ديال الاقتصاد الوطني والدولي، ولكن سيد الوزير نحن كمنتخبين محليين 80% من الطلبات اللي كنتوصلوا بها من عند المواطنين تخص يعني البحث عن الشغل. كيجي عندك مواطن كيطلبك كيقول لك ابحث لي على فرصه شغل فين ما كان. لكم ان تتخيلوا سيد الوزير مراره الوضع ملي كيلقي شباب او اسر شابه مكدسين في فلوكه ديال 5 مترو كيلقاو بروسهم الامواج الاطلسي في خلال شهر 11. هاد الناس ما كيمشيو للهجره السريه كيف ما جاء على لسان الاخ اللي سبقني، حتى كيتسد جميع الافق كتسد قدامهم. دوركم كحكومه سيد الوزير هو ابداع الحلول لهاد الشباب، ماشي التسيير اليومي ديال الوزاره او ما هو اداري في الوزاره. خاصكم تنزلوا الميادين ديال بصح وتشوفوا الشباب شنو كيعيش مسدوده قدام الافق. توصلنا سيد الوزير بالعريضه اللي ذكروا على الاخوان تحمل توقيع ازيد من 3000 شاب، الا بغيتوا نمدك بها سيد الوزير باش تلقاو حلول هاد الناس وتنزلوا الميادين ديال المعقول وديال بصح. شكرا سيد الوزير. شكرا السيد نائب. هل من تعقيب اضافي؟ تفضلوا السيد نائب.